dhaamsa toltuu dhihaadhaa beekumsa horattu. بسم الله الحمد لله أولى ما ثغر الناطق به فمه وافتتح كلمة نحمده بجميع محامد ونثني عليه في باده الأمر وعائد ونشكره على وافر عطائه ورافد الحمد لله على آلائه نحمده والحمد من نعماه أن خصنا بخير أنبيائه وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبتحية الإسلام أحييكم تحية خالدة ثابتة لازمة تنفي حروف الجازمة تسوم ساكن الود أن يتحرك ومعتل لقائي أن يصح لها نكهة كالورد فاح مع السبأ وطعم كأحلى ما تمج الجوارس فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هيجا بليين قارين فيك أشتي توتو يادو مالي نمان كم نيستي إسنين جالت داهم دي خيسن بيستي أبولاغا كاري ورين جاللا في خبجان أفتنين داو التمرتي سجنتان أراتون سجنتا بريدو يادتشيس ربي تنجيب تقلبي قرآن في حديث الرا ترباني بجاتك وليا يادتشيسو إسني ديسا قلب النقيفة تاها وتيسا خطاتك كفا الراخيسة حديث أجائبة خدام سيسا حالا جمع مسلمون دي بيخوك أبو خو والله لقاسيهما جرين يخي خيستي هدوتا كان فيدي جيرا مبتو أنا قاسيسي خاني يرو هدو بوايسات انت أليدن كسيفر سنين سنهما إن شاء الله نولين ترى أتمنى نموني channel خياف حارية سكندي دي دمبودو ولي ديبنا هنقسو لايك سبسكرايب كل جورا إن شاء الله سجنتا برباتشيستو علمي لي في بكمسا والدتي ففناني في ديسيني كوبيسا برنوتا أما يافي قرآنا في حديثا هنداهوني هماتا تكا هندي سخيسا عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة حديث نقول أنس بن مالك راودي فمي مالجه نتي رسول أوجي أكنت التعاجر أتشل عليه رسول ربي صلى الله عليه وسلم هلاتنا أنما ورى جنتها تقول سينا إيه قانون جيد وقاتنا صحابوني هاي إيه نمنقون ديرو نمما نكخينا خرسول صلى الله عليه وسلم ورى جنتها تجوخن جاءني أتشمل لتني هلاك قد إيغن فطلع رجل من الأنصار تنطف لحيته من وضوئه فقد تعلق عليه في يده حقاتنا قربان تكو ورى أنصار الراهي نوما نورمال ترى سوجانين تكو قرتي خبي كمان تحين تكو خودواتي ودو أرى أريني ساقن شوشوبا مي قرتي إنقري نمني أريدك أبوغاني في ودوتو أريني ساقنا كرتي وني تتا أريدك أبوغاني سلاسين قرسيسا يومنا باريرو أيه خلقوا إيه حركة بتاعت إنقابتين رأسا أولسين مسجدة فلما كان الغد قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك فطلع ذلك الرجل مثل مرة الأولى سبحان الله الله أكبر دوبا برونتاس إساني أكسيت التاجر الرسول أوجي صلى الله عليه وسلم رسولي قرباتك رفا قربان خن هلاتنا أكنت أولسيناتي أكل على جين قربان من خليسا وفين سين وماس أجائبا أما صحابوني وندي إنني الصلاة صلاة تموت يا أجائبا فلما كان اليوم الثالث قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل مقالته أيضا فطلع ذلك الرجل على مثل حاله الأولى الله أكبر يا رب ننفع المتس قياس دفاتس رسول صلى الله عليه وسلم وصوت التعاجرني دب متن الرديبير قربا والرجل نتاتو كواسين دفا إيه قاجين الرأس رسول الله عليه السلام هو كان جون وفيته مسيل أصحابان تنكسي فتة صدركم مداميتون نما خلا نما نورمال خنا أسينجي جاني أجايبا قابو وقاتنا أصحاب رسول الله وجي تتعاجران قيسا تكو عبد الله بن عمرو جامع مش قادر قيسا عمري نساتك أتكو هنجا رسول الله برا وخوه يقتيتما دبينتون تانين أكنا ديسومتي تلاقى نما خنا أسينجيز عجب وسوى الدنيا رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجنتها تجي دبته أنا مستيرا خنا ديني برونك أباجي إتيجا مرة وتبو عبد الله يقول
فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم تبعه عبد الله بن عمرو بن عاص فقال إني لاحيت أبي فأقسمت أن لا أدخل عليه الثلاث فإن رأيت أن تؤويني إليك حتى تمضي فعلت. هنقوم رسول الله الخوي كتيك أبو أمه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إسام براخيه أنصارتي تخانة جلبه عبد الله يقول يا أبو برقا أباقي يتوقوني تقوى النبي أكنو تنقو ياسدي هنجي نتسقباو منتنقلو جين خاقدين دوبا سنيفو هنقسومي وياسدين خانا سبرو برو جين أكم يتجيق أفتيق أما ملاني بر خلا قال نعم إيه ما ركون قبوايه قلتو نبرو الجين. قال أنس وكان عبد الله يحدث أنه بات معه تلك الليالي الثلاثة فلم يره يقوم من الليل شيئا غير أنه إذا تعار وتقلب على فراشه ذكر الله عز وجل وكبر حتى يقوم لصلاة الفجر. هقاتنا أنصار تكنس إيه ما ركون قبو جينيقا خوتو دوبا أنس ماجي هقاتي سخانا نهمو عبد الله يقول هل كان سدينو وجبولي بودا وانو معدات كرادة بيجي هل كان وقاف راشا رقرق قلو ربي إسا ذكري وقاسو بينجيسي صلاة سبيتي فاوما لي ليلي هو إسا صلاتنا قرر جيمبو لا تجي فرارها عجب تكامس أفاني سارة جتشا قاري ملي نقو جين. فلما مضت 3 ليال وكدت أن أحتقر عمله قلت يا عبد الله إني لم يكن بيني وبين أبي غضب ولا هجر. ثم قال ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك 3 مرار يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة فطلعت أنت 3 مرار فأردت أن آوي إليك لأنظر ما عملك فأقتدي به فلم أرك تعمل كثير عمل فما الذي بلغ بك ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم قيوتا ايتما ايغا مي مالو موغل ارد الدباء لمي حيه برونتو مان وان برار كاوغا جوز قرصن نما ايغا نما بربات برونتا سنو افتان سنو انا غا وياسا ديغنيان تبيسا لا فيسيتين جي عبد الله يكون نور رئيس كوبا وكان يادي متي ليلي وخنو رفاتو برا اسا صلاتو نغر سبي في فردي ملي وان برا ما نغر هي جيتي خاما أكنا جين يا قبل ربي أنا باخي يعني سوا ولتن عره وليس ندمنه قالوا رسولاته صلى الله عليه وسلم كانت بجاسدي قرباتكو أسين أفا إيغا نم قرباقوني ورجنتا تجي إيه نوهيمون توري دوبا بجاسدي نسماتو رفع والسنة سنين نسمي وانو مأداتا عتيقوتو لاليتين قراجين رفع قرقون واتكالي واسرتنا قرري مالي في جين مالف رسولي كريسي والخاسي ورجلنا تجيس دبتجين. فقال ما هو إلا ما رأيت يا أبو أكو مناقر تخنا ووانا الداء تكلين أبو جين. قال فلما وليت دعاني فقال ما هو إلا ما رأيت غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه. سبحان الله. خنا عبد الله خيدي نقابو وقاخنا وقانت تقوش ديمي يامي نيامي جي عبد الله يابو دابد دو دقي جين قروا واني تكتنينك أو يوجراتي نما مسلمات كل ينشودو جين وقانا ما تقوف ربين واخني هي تينافي إسان السد حمتو تكلي نما تيادو جين كانتون قراني ساكو كله دخا فقال عبد الله هذه التي بلغت بك وهي التي لا نطيق كان جين قاونينو تنكمني تربين سيخني ونينو تنكمني تعطيك عبدو تانا خاطر صدر كاسن انسيجي سجين دوب حديثة خان الرعمال برانا قرار أنا ما أقول كل يتي غاري هو ملي همتونا من يادو ربون أكا جنتنا ما جيستو الرابران والله الدنيا رتو خراهتون بوايسي أركو دنديسا بكتنا توان تكانش أمسيسي نجد شوفل يروح الدو هنغرمني نمو فتشنتي نما نجي عفسينا قرو قافا أتشي نمني نو أرسي خلاص مودي غاري راس ويش قونتي حمتي بجيجير بكتنا سردنا دقي فدامين يا أبالي يا أخي ركون قدون أري همتو متيو تسنر أمتو
akkasitti aarree nama hamatti hoggaa jijjiiramnu akka shayxaaniin nu dogongorsaa jiru ifirraanfannee akka waan dirqama aaruu qabnu yoo onnee dhaban sombaan namatu tafaa jennee inumaa maqsatti finnee aara keenya san haqa godhannee itti boonuu keenyaatu dogongora guddaadha. Wallahi miskiina wallahi jee shayna keenya yaabo dhuga baana bar dhugaasaati wallahi miskiina wallahi kun ammoo wallaalaa fi dogongora guddaadha. Wabillahi alkariim sinja yaa obboleeyyan khiyya ina garee nama kana jiru ana kumaan gaarii kanatti hoggaa na aarsanis gartee hamaadha nan beeytuwaati miskiina wallahi akkamitti yaa obboleessa khiyya akkamitti yaa obboleessitiyya obboleessuma muslimaatiif akkamitti hammaattee jijjiiramta akkamitti shayxaanni si mo'atee gaarummaa keessan hamtutti jijjiiruu hammeenyatti jijjiiree sanuu jijjiirama san ittiin boonta laa ilaaha illa allah muhammadun rasulullah wallahi hamtuu nama yaaduu dhiisini milkooytaa wallahi abbaan fedhe hamtuu si yaadus rabbii keetii ol khanni ربي خيتي أو خني يا ربي هم توتنا نرى خاسجي يا ربي أنا ما خلام توتيجاد وجي ربي هي خردو هيا ما مقصدكو جيتين وراء فان إنجيل فاتت تشي دبرا أميرو خير ما يادي شرنا بما إيجتي. Today we look at a hadith that every Muslim should know that helps you to be a better person in your life, inshallah, and lead you to Jannah. It was reported by Anas ibn Malik radiyallahu anhu. He said, we were sitting with the Messenger of Allah sallallahu alayhi wasallam, and he said, coming upon you now is a man from the people of paradise. So immediately a man from the Ansar came, whose beard was disheveled by the water of wudu or ablution, and he was carrying both of his shoes with his left hand. The man prays and leaves. The next day the Prophet repeated the same words, and the man came in the same condition. Subhanallah. The third day the Prophet repeated the same word again, and the man came in the same condition. Subhanallah. When the Prophet stood up to leave, Abdullah ibn Amr followed the man. I am in dispute with my father, and I have sworn not to enter my home for 3 days. May I stay with you? So he wanted to learn what brought this man to this level. The man said, yes, no problem, you can come stay with me. Abdullah stayed there 3 nights with the man, but he never saw him praying at night, and whenever he went to bed, he would remember Allah and rest until he woke up for morning prayer. Abdullah said that he never heard anything but good words from him, from his mouth. When 3 nights had passed and he did not see anything special about his actions, Abdullah asked him, O servant of Allah, I have not been in dispute with my father, nor have I cut relations with him. I heard the Prophet ﷺ say 3 times that a man from the people of paradise was coming to us, and then you came. I thought I should stay with you to see what you are doing, that I should follow. But I did not see you do anything special. So, why did the Prophet speak highly of you? What's so special that you do? The man said, I am as you have seen. So he didn't want to tell him because he was being humble, you know. When Abdullah was about to leave, the man said, I am as you have seen, except that I do not find dishonesty in my soul towards the Muslims, and I do not envy anyone because of the good that Allah has given them. Subhanallah. Abdullah said, this is what you have achieved, and it is something we have not accomplished, something we all don't have. Subhanallah. So, what do we learn from this hadith? We learn that if we stay honest with people and don't hold grudges nor envy others, we will surely embark on a journey of Jannah and probably be one of the people of paradise. Subhanallah. I pray that Allah grant us the highest level of Jannah. I hope we have all benefited from this hadith.
هاي قبلين نوتلين أكو ميسا خنتي ورق قلبي افتحاري جنة أرقة ربنا وهاقولوا وري فيديو خلصيني تاتي لايك سبسكرايب قولا شير ولي قولون دقتنا إن شاء الله فيديو براتين هنقول الديبنو نجي الناتورا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.